السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد عادل، قناة خوي أسرار ورقم الجرانيت. يا رب تكونوا بخير. النهاردة موضوع الفيديو بتاعنا هنتكلم على نقطتين: ريسبشن، بار ريسبشن وعمود، زائد المطبخ. والنقطة التانية هي واجهة باب الشقة مع العتبة. نتكلم على النقطة الخارجية اللي هي واجهة باب الشقة في البداية. طبعا احنا عندنا الحجر بتاعنا اللي راكب بره هي مايكا مصري. مايكا مصري زي ما شايفين كده في الصور، مايكا مصري مصدية. في البداية طبعا لازم أول ما أبدأ الشغل بتاعي، لو هي الحيطة واخدة بلاستيك يبقى أنا لازم أضطر إن أنا أنقر أو يعني بلغة الشغل كده اسمها زنبر الحيطة، أو أنقر الحيطة عشان تبقى جاهزة للزق. ويكون بمادة، مش لازم أقول اسم المادة، بس تكون مادة كويسة من مواد البناء الحديث. دي الحاجة التانية، لازم الحيطة بعد ما تتنقر تاخد مية عشان تبقى قابلة للمادة، ما يبقاش فيه عازل من التراب بعد التنقير. دي حاجة. وببدأ إن أنا أشتغل. طبعا في حاجات بتبقى على شتات، يعني على شبك في الظهر متجمعة على مقاسات معينة، ممكن 15 في 60 وممكن 30 في 30 على حسب الشغل والمقاسات اللي أنا شغال عليها. وممكن يبقى حجر فردي، يعني ممكن يبقى القطعة، ممكن تبقى القطعة 5 في 20 5 في 15 على حسب يعني القطعة ما هي موجودة، على حسب الحجر اللي أنا شغال فيها. دي زي ما احنا قلنا مايكا مصري، دي بالنسبة لواجهة باب الشقة بره، ومعمولة على شتات 15 في 60. وراكبة زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا راكبة عشوائي، كمان راكبة حجاري على بعضيها. ودي كانت في النهاية واجهة باب الشقة بعد ما اتقفلت واتظبطت، يعني شكلها جميل ما شاء الله. بالنسبة نخش جوه بقى، جوه الشقة، جوه الريسبشن، بنلاقي عندنا بار، والبار معمول خشب. برضه الناس لازم تكون فاهمة اللزق على الخشب بمادة معينة، مش بأي مادة. يعني دي مادة متخصصة في مواد البناء الحديث، برضه مش هقول اسمها. دي موجودة للزق على الخشب. طبعا بالنسبة للحجرة، حجرة مستوردة، هي روز زي ما احنا شايفين كده، وهي سنتي ونص، وبرضه متجمعة على شتات. بس دي عشان جاية مستوردة فهي ملزوقة كلها في بعضيها، وكل مش عادية، يعني كل مخصوصة للكلام دوت. يعني ماسكة نفسها جامد، لكنها بلاطة سيراميك ماسكة في بعضيها، مش سهل إن هي تفك من بعضيها، جاية من بلادها كده. طبعا ده صيني، جاي صيني من بلاده. ما شاء الله جميل يعني. وبرضه احنا بنبدأ زي ما عملنا بره، بنزنبر الحيطة أو بننقر الحيطة وبنرش عليها مية، وبنبدأ نشتغل عشان الشغل يطلع مظبوط، ميبقاش فيه حاجة تفك بعد كده. وبنبدأ إن احنا نلزق. برضو دي حاجة جاية بتاعت بلادها، جاية برضو 15 في 60 نفس المقاس. طبعا دي متقطعة على مكنة عشان تطلع بالمقاس دوت، يعني السنتي ده بيتجمع وبعد كده بتتصفى على المقاس بتاعها. ما شاء الله شغل عالي أوي يعني، ربنا يبارك لصاحبه. زي ما حضراتكم شايفين كده، أهم حاجة زي ما قلنا على الخشب لازم يكون مادة معينة، مش أي حاجة. يعني اللي يقولك سيليكون، اللي يقولك مادة عادي، لأ، الكلام ده مش هيلزق وهيفك بعد كده. في مادة مخصصة للخشب، برضه في مواد البناء الحديثة تسأل عليها هتلاقيها موجودة إن شاء الله. ده بالنسبة للزق على الخشب. طبعا بنخش جوه بقى، عندنا بقى البار بقى مع رخام جالاكسي زي ما احنا شايفين كده. بنحط الرخام على الجالاكسي ده اللي لايق عليه كويس، اللي يمشي معاه أو اللي يمشي مع المطبخ والحيطان. وده كان نهاية الشغل بتاعنا. يا رب يكون الشغل عجبكم، وأتمنى منكم مشاركتكم للقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. في نهاية الفيديو، ربنا ينصر أهلنا في غزة على أعدائنا أعداء الدين، وأتمنى منكم الدعاء لأهلنا في غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.